نذهب إلى خبر سعيد آخر. نعطيكم خبر سعيد، وهو الطالب الجزائري نصر الدين بن حدو، طالب جزائري من ولاية سيدي بلعباس، حصل على المرتبة الأولى من بين 450 طالب 450 طالب من مختلف الجنسيات وفاش في تخصص الطب، وما أدراك ما الطب، وأين؟ في جامعة تامبوف في روسيا، وما أدراك ما روسيا. يعني هذا الطالب الجزائري، تصوروا، سموه نصر الدين بن حدو، راح من بلعباس، كان باغي يروح يقرأ في فرنسا، لم يجد الفرصة، فذهب إلى روسيا وذهب إلى جامعة تامبوف في روسيا، وحصل على المرتبة الأولى في تخصصه من بين 450 طالب من 28 دولة أجنبية. ف يعني مثال يدعو للفخر. فمعنا من روسيا عبر الهاتف الدكتور نصر الدين بن حدو، صاحب المرتبة الأولى وصاحب الدبلوم الأحمر الذي يعد شهادة امتياز في روسيا في تخصص الطب. دكتور نصر الدين، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير سي قدم الأمارة، مساء الخير. اهلا بك. طيب انا اعطيت شويه تفاصيل، بس ماذا بيا دكتور نصر الدين تعطينا تفاصيل هذا التتويج، ما معنى الدبلوم الاحمر وكيف حصلت عليه؟ اوكي، تفضل. نعم. الدبلوم الأحمر هو دبلوم تفوق ودبلوم امتياز تمنحه الجامعات الروسية لكل أجنبي أو روسي يتحصل على العلامة كاملة لمدة 6 سنوات، 6 سنوات في كل الامتحانات التي تقدر ما يقارب من 120 امتحان. لقد حصل لي الشرف أن أتقدم بكل هذه الامتحانات بهذه العلامة الكاملة التي تقدر ب5/5 في كل الامتحانات، ولهذا توجت وكنت ماجور دو بروموسيون دو سيت بروموسيون 2023. شحال فيها الدفعة؟ الدفعة ما تقارب ب 450 طالب. 450 طالب من مختلف الجنسيات. 28 دولة أعتقد على حسب المعلومات. نعم نعم نعم، من 28 دولة من مختلف الجنسيات. طيب أنت تدرس في روسيا منذ 6 سنوات، أعتقد بأنه نصر الدين أنت كنت تخطط، يعني أنت كنت تدرس في جامعة سيدي بلعباس كلية الطب، ولكن بسبب الإضراب ذهبت إلى الخارج. نعم 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 صحيح، لأني دخلت لجامعة سيدي بلعباس كلية الصيدلة سنة 2015، درست 2 سنين، وفي السنة الثانية كان إضراب الذي شل جميع الكليات على المستوى الوطني. لهذا قررت إكمال دراستي في الخارج، لأننا كنا بدون مزاولة دراسة لمدة ما يقارب 6 أشهر. هذا ما دفعني لكي أفكر بالذهاب إلى دولة أجنبية لإكمال دراستي، وكان مكتوب أن كانت روسيا هي أول دولة. صحيح. الذي سهلت لي جميع البروسيدور.